هي دي الكفتة المشوية على أصولها، لا تقولوا لي صبحي كابر ولا البرنس ولا أي حد ولا كل الأسماء الكبيرة دي مع كامل احترامهم ليا. كفتة، شايفين الكفتة بتقطم وعاملة زي الأستك ازاي؟ تحفة. هتجربوا الكفتة دي إن شاء الله وهتدعوا لي. هسمي الله وهجيب معايا 200 جرام ليا تكون ساقعة، وهفرمها كده بالمنظر ده. بعد ما فرمتها هضيف عليها كيلو من اللحمة المفرومة. يبقى كيلو اللحمة المفرومة حطينا عليه 200 جرام ليا، ونص كوباية بقدونس، والتوابل ملح وفلفل وبهارات وبابريكا وماجي باودر، وثلاث معالق كبار مليانين نشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وبره على فكرة الكبابجية بيعملوها بالنشا، بتطلع هشة وبتمتص كل السوائل. بشرت بصلتين كده وعصرت ميتهم، خليت ميتهم على جنب، وحطيت بس بشر البصل مع المكونات دي كلها وفرمتها. بصوا قعدت اضرب فيها لحد ما يبان لها صاحب. شايفين؟ لحد ما تكون معايا عجينة كفتة ناعمة، تحسوا ان هي عاملة زي فتل كده. خدت مية البصلتين وحطيت عليهم معلقة زيت ومعلقة صلصة وملح وفلفل، وهركن الخليط ده على جنب دلوقتي. كده في بوله وحطيت فيها فحميه، وطفيت الفحميه اللي دي هتخلي معاكم الكفته والله احلى من كفته الكبابجي. وهغطيها وهسيبها لحد الفحمه ما تبطل تطلع دخان براحتها خالص. هشيل الفحمه وهحط الكفته دي ترتاح في التلاجة ساعتين. جبت كده الصينيه دهنتها دهنه خفيفه خالص من الزيت، وجبت خليط ميه البصل والزيت والصلصه ده وبصبع بيه. انا بحب قوي اصبع الكفته على المسن عشان بتطلع كده هشه وتحفه من جوه. بصوا ببصمها كده وبصبعها بايدي عشان تطلع زي بتاعت بره بالظبط. شايفين؟ بصوابعي كده. بصوا بقى بسحبها ازاي. بصوا من تحت كده بقوم سحباها كده كلها. شايفين؟ ما شاء الله الكفته هشه ومنفوخه. بصوا تتاكل نيه. شايفين شكلها وهي نيه عامله ازاي؟ دخلتها الفرن على الرف اللي فوق الصاجه على اعلى درجه حراره، قعدت معايا 20 دقيقه. يعني فرن سابق التسخين، فرن سخن جدا على الرف اللي فوق الصاجه. الصاجه لا، شبكه فوقيها. وقعدته بالظبط حوالي 20 25 دقيقة، تطلع معاه بالمنظر ده روعة. ودي طعمها مش طعم كفتة فرن، دي طعمها كفتة مشوية بحركة الفحمة واللية اللي احنا عملناها. هتطلع معاكم والله أحلى من كفتة الكبابجي بمنتهى الأمانة. هتجربوها وهتدعولي. شايفين ما شاء الله صباع الكفتة عامل ازاي؟ شايفين المنظر؟ ما شاء الله تحفة. لايك وشير كتير لو عجبتكم وصفة الكفتة، لأنها بجد تستاهل، ولأن أنا زعلانة منكم جدا لأن انتم مقصرين معايا قوي في اللايك والشير.